الاسبوع اللي فات جالنا كومنت على البيج بيقول الناس بتاعت السفر، انتوا عارفين ربع الجبنه الرومي بقى بكام؟ فكرك ممكن تعمل ايه ب 100 جنيه وانت مسافر؟ تجيب كيس شيبسي، تجيب شوكولاته، ربع كيلو جبنه رومي، ممكن تجيب سوفينير لصاحبك. خليني احكي لك احنا عملنا بيهم ايه واحنا في ماليزيا. تعالوا معانا النهارده نعمل كامبينج في الايلاندز. خدنا فاري لجزيره صباح، الفاري ب 60 جنيه رايح جاي. ركبنا مع شويه ناس لحد ما وصلنا. بعد ما وصلنا قعدنا نتمشى شويه ونلف ونتفرج. المهم الناس بتبتدي تمشي الساعه 4 العصر. بعد ما الناس مشيت أجرنا خيمة ب20 جنيه. نصبنا الخيمة وساعتها الجزيرة كلها ملكنا. مفيش بني آدم على الجزيرة كلها بتاعتنا. ولعنا نار، عملنا أكل وكلنا. الهوا والشط من أجمل شواطئ العالم. السما فوقك مليانة نجوم. من الآخر احنا بدل ما كنا نقعد في اوتيل 5 ستارز احنا قعدنا في مليون ستارز هوتيل. استمتعنا بمنظر الغروب، ولما نمنا صحينا بدري عشان نلحق الشروق كمان. اصطادنا سمك من الممشى اللي هناك. وفي الاخر احنا عملنا كل ده بتمن ربع كيلو جبنه رومي. فانت مش محتاج تنزل في فندق 5 نجوم عشان تتبسط، انت قدامك فندق فيه ملايين نجوم. لو عجبتك الحلقه اعمل لنا فولو، عشان الحلقه الجايه هنتكلم اكتر عن جزر ماليزيا وازاي تروحها وهتكلفك كام بالظبط. ولازم تعمل تاج لاي حد في جنوب شرق اسيا عشان نقول له السر ده.